حبايب قلبي من جوه وحشتوني جدا جدا مع فيديو جديد، اخبار جديده وحصريه مهمه جدا جدا هتساعدكم. اكيد مش تنسوا تدعموني بلايك على الفيديو ده وتشتركوا معايا بالقناه. لايك يا مور يكسل تقصف ولا تبالي اغنيه باريش بكتاج ودعم زوجته تحديثات وتعليقات الفانز. ماذا يحدث في مسلسل ظهور الدم؟ يلا بينا نبدا اخر الاخبار والمستجدات لمسلسلنا ظهور الدم. بصراحه حبيت جدا جدا، يعني انا بصراحة اغنية باريش نازلة بقالها 40 دقيقة لحد الان. فانا كنت سمعت الاغنية هادية وحلوة، بالتوفيق لإله، بس انا بحبه كممثل اكتر، بس الاغنية جميلة برضو واحلى من اغنية الموت طبعا. وباريش هذا العمل مؤكد ليكم، اتمنى ان ترافقكم ذكرياتكم. طبعا ده كان كلام باريش بكتاج. المهم يا مور يكسل عملت لايك لباريش بكتاج على الاغنيه، نزلها على حسابه الشخصي على انستجرام، ويا مور عملت لايك ولا همها حاجه. موضوع اسمه عادي واقل من عادي ولا تجاوز حدود المسخره، يعني لا علاقه بستايل ولا اي حاجه ولا اسمها ولا يا مور شغله دماغها باي حاجه. يامور طبعا حطت لايك وعادي ودعمت شريكها، اللي هو اصلا للاسف الشديد باريش ما دعمش يامور في الاغنيه اللي عملتها مع كرم ولا في اي حاجه. زي ما يامور دائما بتتعامل بنية طيبة، فعشان كده دايما بيصاحبها النجاح والتوفيق. يامور عملت لايك من وفرات وجيهان، والعم احمد دعم، وقدرت برضو نزل له ستوري ودعمه على حسابه الشخصي على انستجرام. كل دول دعموا باريش بكتاج. وطبعا كتب من ضمن اللي هو نزله لما طبعا شرح الأغنية ومن كلماته وألحانه والحاجات دي، كتب تصميم أو ستايلست، يعني زوجته جلوم بكتاج. ما علينا، انا مش معترضة على كل ده، احنا هو حر في حياته هو، بس حوار الستايلست ده وراه سر، واحنا طبعا لازم نعرفه. اكيد وراه شيء، اشمعنى ظهر دلوقتي؟ ما كان عمل الموت قبل كده وما ظهرش كلام من ده؟ اشمعنى لما يامور عملت مع كرم وكرم شكر في مراته دلوقتي بدأ يظهر ستايلت ولا مش ستايلت؟ اهو يلا ربنا يعين كل واحد على اللي هو فيه. ما علينا، بس طبعا البعض الفانزة متضايقة جدا ويقولوا ان يامور تسرعت في عمل اللايك. انا شايفة ان يامور مش اتسرعت، يامور انسانة طيبة ونظيفة من جوه، ومش يعني بصوا مش بيهمها حاجة، واضحة. حتى الأغنية بتوضح كل حاجة، بتتمنى التوفيق للناس. فدايما اللي بيتمنى التوفيق ربنا بيصاحبه بالتوفيق ان شاء الله. طبعا يامور طبعا البعض التعليق بيقول يامور تسرعت بحط اللايك، دعمت لباريش لان هي قادرة من غيرها، شو قصده يعني واللي حصل وهو ما دعمهاش. والبعض الاخر قال اشمعنى هو ما دعمهاش في اي حوار قبل كده. كلام كتير جدا من الفانزة بين المعارض وبين المؤيد، ولكن كل ده احنا ما نعرفش الحقيقة كاملة، احنا بنشوف بصوا نقطة في البحر من الكوباية، ما نعرفش بقية الكوباية نظامها ازاي. فنتمنى لهم التوفيق والنجاح بإذن الله. بس على كده فاحنا برضو خلينا بعيد عن الصورة. كمان عايزة اقول لكم الصورة دي نزلت برضو ليامور يكسل من الاعلان الماركة بتاعة يامور يكسل اللي عاملة لها ترويج. دي صورة جديدة فحبيت اشاركها معاكم من ضمن التحديثات. على فكرة يامور يكسل بسم الله ما شاء الله على الصحف والمجلات بقالها من يوم اغنية اللي هي عملتها مع كرم وحضورها في الحفلة، وما شاء الله بنتنا في جميع الصحف والمجلات بيتحدثوا عنها. فربنا يوفقها ويكرمها، وإن شاء الله عمل موفق للجميع بإذن الله من أغنية باريش.